لو انت داخل عقار بهدف استثماري لازم من الاول تحدد انت داخل تلف وتخرج بسرعه ولا داخل تشتري وتستنى، لان النوعين مختلفين تماما، كل واحد فيهم ليه طريقه تفكير مختلفه. لو انت عايز الشورت تيرم وانت داخل على فكره انك هتشتري وتبيع بعد 6 شهور، فغالبا مش هينفع تدخل في المشروع الكبير، لسه فيه انفنتوري كتير والمطور هيفضل يبيع فيه سنين. ليه؟ لان طول ما المطور لسه عنده عدد كتير من الوحدات، فالمشتري الجديد هيبقى عنده اوبشن انه يشتري منه مباشر، وده يقلل فرصتك في الريسيل او يخليك تحتاج وقت اطول عشان تبيع. اما لو انت داخل على مشروع الانفنتوري فيه قليل والمعروض عند المطور بيخلص بسرعه، فهنا قيمه الريسيل بيظهر اكتر، لان اللي جاي يشتري بعدك هيلاقي اوبشنز اقل بكتير عند الشركه، وساعتها فرصتك في البيع والخروج منها اقوى. اما لو انت داخل بعقليه تانية وعارف ان المشروع كبير وفيه انفنتوري كبير والمطور لسه هيبيع فيه فتره طويله، فهنا ما تفكرش بعقليه المكسب السريع، هنا تدخل وتطول عادي. وفي العقار اصلا اكتر قاعده بتكسب الناس على المدى الطويل: ما تستناش عشان تشتري العقار، اشتري العقار واستنى، لان الاصل في الاستثمار العقاري مش السرعه، الاصل فيه انك تختار صح وتدخل في الوقت المناسب وتدي الاصل العقاري لوقته. عشان كده قبل ما تقول المشروع ده فرصة، اسأل نفسك الأول هو فرصة لأنهي نوع استثمار، سريع ولا طويل؟ لأن نفس المشروع ممكن يبقى ممتاز جدا لشخص وضعيف جدا لشخص تاني، على حسب هو داخل في ايه. فانت لو عايز تعرف المشروع اللي انت بتفكر فيه دلوقتي ده لونج تيرم ولا شورت تيرم، ابعت لي وانا هقول لك كل تفاصيله.